لوحدي مع الكلب بتاعي ونفسي اتجوز ومش عارفة بيحسدوني على ايه الرسالة اللي وجهتها حورية فرغلي؟ هي اصعب لحظه لما بصيت لنفسي في المرايه وقررت ان انا مش هبص لنفسي في المرايه تاني، لان انا لو هبص لنفسي في المرايه تاني انا كنت والله يا لميس بتمنى الموت كل يوم. سبب لعشتي ولا عارفه اشتغل. انا كنت ملكه جمال ودلوقتي انا الناس بتقول عليا مشوهه. عندي حاجات كتيره جوايا عايزه اعملها في شغلي، محدش هياخدني طبعا عشان شكلي. طبعا انت عارفه موضوع الخلفه، فانا مش متجوزه ومش هتجوز لان محدش عايز يتجوز حد يعني وما يخلفش. مفيش حاجه حلوه في الخمس سنين حصلت، كان كل حاجه تخلي اي حد ضعيف يموت بصراحه. يا ترى ايه السبب اللي خلى حورية فرغلي تقول الكلام ده؟ وايه السبب اللي خلاها تقول في الساعات الأخيرة؟ تعالوا نشوف. تأثرت الفنانة المصرية حورية فرغلي تعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي واحتلت الترند في الساعات الأخيرة، وده بعد ما نشرت عبر حساباتها الخاصة على الانستجرام أحد لقاءاتها التلفزيونية، ووجهت من خلالها رسالة اللي بيحسدوها أكيد كمان إنهم ما يعرفوش هم بيحسدوها على ايه. وبتقول انا قاعده لوحدي، عندي كلب وما عنديش اصحاب، تليفوني ما بيرنش، بقرا طول الوقت على الايباد وطول الوقت بنزل الف تراك، ما بعملش اي حاجه في حياتي. وكمان عبرت الفنانه حوريه فرغلي عن حزنها الشديد لانها بتحس بالوحده دايما، وما عندهاش اصحاب وما اتجوزتش لحد دلوقتي. وعن علاقتها باهلها قالت مامتها بتروح لها وهي بتزورها، اما عن باباها بتروح له، واخوها كان قاعد معاها قريب بس هو طيار اصلا ودايما مسافر. اما عن رانيا صاحبتها ما بتشوفهاش كتير لانها عايشه في 6 اكتوبر. قبل كده اتعرضت الفنانه حوريه لحادث وده ادى الى كسر انفها بعد ما هي وقعت من على ظهر الحصان اثناء اشتراكها في مسابقه الفروسيه، وده اللي ادى الى اصابتها بكسر في الانف. وبعدها عملت 4 عمليات جراحية بس للأسف ما نجحوش بشكل كامل، وده اللي أثر على شكل أنفها وما رجعتش لطبيعتها مرة تانية، وده ما كانش أول مرة بتعبر فيها الفنانة حورية عن نفسيتها المش مستقرة ووضعها الصحي المرهق المنهلك. قبل كده كانت نشرت صورة على حسابها الشخصي على الانستجرام، والصورة كانت بتعبر عن وضعها الصحي المش مستقر المرهق، وعلقت عليها وقالت هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت في داخلي ألف وجع لا أشكو أحد، والكتمان هو رفيقي للأبد، يا رب ما يكتبها لحد الوجع، يا رب آخر عملية اللهم لك الحمد. أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع.